السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كيف ما وعدتكم بلي دائما غادي نجيب لكم حلقات مسلسل مغربي قفطان خديجه. اليوم اصدقائي وصلنا للحلقه 26. كيف ما شفتوا الحلقه اللي فاتت شفنا ان سليمان بدا كيغوت على ساره وقال شنو درتي، اعترفت له باللي الادله كامله كاينه عند ليلى وبلي راه صافي داتهم البوليس. هادشي فراسو فاش كان كيقلب على الفلوس باش يمشي يهرب، ولكن ما لقى حتى شي حاجه لان ساره هزات كل شيء. هنا شفنا باللي سليمان كان باغي يصفيها ليها ونسلت الحلقه. غادي نشوفوا فعلا اصدقائي في الحلقه 26 بلي سليمان غادي يبغي يصفيها فعلا لساره. المهم هنا غادي نشوفوا ساره يعني في الوقيته اللي سليمان ناوي يصفيها ليها، حيت صافي هادشي كامل اللي دارت لي، يعني ضربات لي كلشي في الزيرو. داكشي كامل اللي كان كيدير شحال هذا ودوك التخربيق كامل وداك الفلوس كامل اللي خدا والاملاك ديال كلشي مشى ليه. يعني كان ناوي انه يرجعو من ساره، كان كيعطيها الدواء باش تمرض، باش هو يبقى ليه كلشي، زعما ياخذ ليها كلشي، ولكن هي عاقت به يعني وسبقاتها ليه قبل ما يديرها بها. هي يصحاب له بلي ساره زعما راه ناعسه على ودنيها وما سايقه الدنيا خبار. الساعه هي عرفات المخطط ديالو والساعه سبقاتو وغادي تصيفطو للحبس. هنا غادي نشوف فعلا باللي ساره غادي تعتقها ليلى، حيت ليلى خايفه عليها بزاف، خايفه لا ساره دير شي حاجه في راسها لان كتبقى صاحبتها. واخا هي دارت فيها داك العار كامل ودات ليها سليمان وما خلات ما دارت فيها، ولكن ليلى كتبقى واحد الانسانه مزيانه وما غاديش تنسى لها هذا الخير ثاني اللي دارت فيها. انا جبت لها ادله اللي هي مهمه بزاف واللي غادي تخرج الاب ديالها من السجن. وديجا قلتها لكم في الفيديو اللي فايتين باللي راه ساره هي اللي غادي تدير هذيك الادله وغادي تعطيهم الليله وبهم غادي يخرج فيصل من السجن. فعلا غادي نشوفوا باللي ليلى غادي تمشي لتمايا وهي اللي غادي تعتق ساره. من بعد غنشوفوا بان سليمان غادي يمشي يهرب، يعني سليمان مازال ما غاديش يشدوه البوليس حيت غادي يهرب وغادي يبقى يجي بالتخبيه، غادي يجي مازال حتى لعند ليلى، غادي تكون في الدار ديالها تكون ناعسه، غيدخل لهم بالدار بالتخبيه، ولكن غادي نشوفوا بلي غادي يهرب. من بعد غنشوفوا هنايا في هذه الحلقه بلي فيصل غادي يخرج من السجن، غنشوفوا الفرحه الكبيره اللي غادي تكون في الدار ديال فيصل، غادي يكون فرحان بزاف وغادي يشكر بزاف غالي. غادي يقول له وقفتي لي مع العائله ديالي في الغياب ديالي، حيت هو اصلا عطاهم الدار ديالو قبل فاش ما كان عندهم والو، غير ليلى اللي قالت له ضروري غادي نخلص لك الكرا. المهم هو اللي وقف معاهم في الغياب ديال فيصل، ما بقاوش في الزنقه فاش جراو عليهم من الدار ديالهم. هنا غادي نشوفوا فعلا باللي فيصل غادي يكون فرحان بزاف بغالي وهادشي اللي دار على ود العائله ديالو، ولكن امتى غادي يفرح فيصل اكثر؟ فاش غالي غادي يديه لهذيك الارض اللي كان هو فيصل باغي يدير فيها واحد المشروع. فعلا غادي يديه لتمايا يعني وغالي واقف على داك المشروع وكيتسنى غير امتى غادي يخرج فيصل باش يفرحوا بهذيك المفاجاه. من بعد غادي نشوفوا باللي ان سونيا فاش قالت لساره عافاك عاونيني شنو غادي ندير، راه غالي قال لي ضروري خاصك تمشي عند الطبيب، اشنو غادي ندير دابا؟ انا غنشوف باللي يعني سونيا غتبقى تصوني على ساره وتقول لها خصك تعاونيني. فعلا هنا غنشوفوا بلي سونيا ما غادي يكون مازال عندها حتى شي حل اخر. ساره غادي تخلى عليها حيت اصلا ساره مابقاش باغا تمشي في هذه الكذوب هذه، لان الطبيب فاش اتصل بها قال لها بلي راها مريضه بزاف. داكشي علاش قررت انها تدي هذوك الادله يعني الليله، يعني انبها الضمير ديالها، داكشي علاش دات ليها الادله. وهنا غنشوفوا بلي سونيا فاش غتشوف راسها بلي بقات بوحدها ما كاينش اللي غادي يعاونها، غادي تقرر انها تعترف يعني الغالي وغتقول له بلي غير سمح لي بزاف، غتقول له بلي كنبغيك بزاف وراه ما كاين لا حمل لا والو. غالي غادي يبقى يغوت عليها وغادي يقول علاش درتي فيا هذا الشيء، علاش وصلتيني لهذا الشيء كامل، انت عارفه بلي انا ما كنبغيك، انت عزيزه عليا بحال اختي ولكن ما عمري بغيتك، وانت عارفه بلي انا كنبغي ليلى، علاش درتي هذا الشيء كامل. فعلا هي تقول له انا راه كنبغيك بزاف وداك الشيء علاش درت هاد يعني هاد الخطوه هذه، وراه ما كانش الخطوه يعني من التفكير ديالي انا، بلي ساره هي اللي قالت لي ندير هاد الشيء. ويقول لها كيفاش ساره، واش انت عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ واش اي واحد يقول لك ديري شي حاجه خصك ديريها؟ هو يقول لها غير قولي لي شو اللي وقع، علاش درتي في هاد الشيء كامل. فعلا نشوفوا بلي هو غادي يقول لها صافي راكي مطلقه انا ما غاديش نبقى معاك. هنا غنشوف فعلا غالي اللي غادي يرفع دعوه ديال الطلاق على سونيا. سونيا غادي تبقى تبكي وغتمشي عند ليلى وغتعترف لها وتقول لها بلي انا كنبغي غالي بزاف
وهادشي كله اللي درت زعما غير خطط باش انه يبقى معايا، وبلي هو راه ولد الناس وما عمرو زعما وقعت شي حاجه ولا بيناتنا ولا. حيت اصلا كانت دائما كتعطيه المنوم وكيعقل على راسو كيعقلش على راسو. فعلا غنشوفوا بلي هاد الصفحه هادي غادي تطوى، وبلي سونيا غادي ترجع الحياه ديالها الطبيعيه، غادي ترجع انها تخدم مع ليلى في المحل كيف العاده. وغنشوفوا بلي مع الوقت يعني العلاقه ديالها هي وشاكيب غادي ترجع تقاد. يعني شاكيب هو فاش حيدها من بالو صافي خلاها وقال لها زعما عيشي حياتك ونتمنى ان تكون حياتك مزيانه وتربي ولدك في احسن الظروف. صافي السيد انساها بغى يكمل حياته كيفكر انه يمشي لفاس باش يعلم الوليدات الصغار الصنعه. هنا غادي نشوفوا بلي العلاقه ديالهم غادي تبدا ترجع تقاد، وسونيا هي اللي غادي تولي انها تهضر مع شاكيب، وهي اللي غتولي تبين ليه بلي فعلا راه كتهتم به، وغادي يلاحظ هادشي. يعني ديك المبادره اللي كانت عنده هو غادي تبدل، غتولي من عند سونيا، وفعلا في الاخير غادي يرجعوا مع بعضياتهم. اما بالنسبه لشيرين اللي جات عند كامل وقالت له بلي راني ندمت وكنبغيك بزاف وكنتمنى اننا نرجعوا، مشات خسرت الصوره ديالو مع فاتحه. هادشي كامل ما غاديش يصدق ليها، حيت في الاخير غادي تخضع لداكشي اللي قال ليها مول لوطيل، حيت ما عندهاش باش تخلص الشيكات اللي عليها. غادي يقول لها يا اما تخلصي يا اما غادي تمشي للحبس، حيت عندك شيكات هنا خصك تخلصيهم، يا اما ديري داكشي اللي قلت لك. فعلا غادي تمشي على داكشي اللي قال ليها، غادي تضيع راسها غير بسبب الطمع، حيت هي طمعات بزاف وبغات الفلوس. هادشي اللي غادي يخرج عليها. وهنا غادي نشوفوا يعني في هذه الحلقه بلي العلاقه ديال فاتحه هي وكامل غادي ترجع تقاد، حيت كامل غادي يعترف ليها وغادي يقول لها انا ما كنبغيش هذيك السيده، فعلا راه جات لعندي ولكن انا ما كنبغيهاش. والاخت ديالو يعني دينا حتى هي غادي تهضر معها وتقول لها شوف هذاك راه خويا وانا كنعرفو هو راه كيبغيك بزاف. هنا غادي نشوفوا بلي العلاقه ديالهم غادي ترجع تقاد، وحتى هي وسيمو سيمو غادي يولي بغيها بحكم انها هي غتبدا تخرج معاه غير باش يميك على الاخت ديالو. هكا غادي تولي تبغيه، يعني في هذيك الوقيته اللي هي غادي تولي تخرج معاه وتهضر معاه، ويعني غادي يوليو يدوزوا وقت مع بعضياتهم. غادي يبان ليها بلي فعلا غادي يعجبها التفكير ديالو، حتى يعني العلاقه ديالها معاه والهضره وهذا غادي تعجبها بزاف، وغنشوفوا بلي فعلا غادي تولي تبغي سيمو. وفي التالي يعني العلاقه ديالهم غادي تكون رسميه هي وسيمو، وغادي نشوفوا حتى كامل هو وفاتحه. مهم هنايا غادي نشوفوا بلي كلشي غادي يعني يتفضح. سونيا غيتفضح الامر ديالها، وهنا غنشوفوا غالب اللي في الاخير غادي يرجع مع ليلى. المهم اصدقائي هادو بعض الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه 26 من مسلسل الشيق فطار خديجه. كنشكركم بزاف على الوفاء ديالكم والدعم ديالكم، والا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وتبارك الله عليكم، مع السلامه والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جاي. تحياتي لكم.